أهلا بكم في حلقة جديدة. معكم محمد خفاجي من قناة أسرار التاريخ. مصر هي الأقوى في حضارات العالم، لها تاريخ عظيم ومشرف. مصر العلم والأدب والفن والتاريخ. وحلقتنا اليوم ستكون عن ملك مصري، وهو رابع ملوك الأسرة الرابعة، الملك خفرع. الملك خفرع هو من الأسرة المصرية الرابعة، ومن المرجح أنه حكم بين عامي 2559 قبل الميلاد أو عام 2535 قبل الميلاد. هو من شيد الهرم الثاني بالجيزة، وعلى الأغلب ابن الملك خوفو من زوجته الثانوية. تولى الحكم بعد الملك ديجدفرع الذي كان قد استولى على الحكم. هرم الملك خفرع يشابه في عظمته هرم الملك خوفو، ملامحه تتعرف عليها من خلال أبو الهول الموجود بجانب هرمه، والمتمثل في صورة أسد يدل على القوة، برأس إنسان يدل على الحكمة. كما تم العثور على صورة منحوتة بمعبده بوادي الملوك، وتمثال للملك جالس موجود بالمتحف المصري. عندما تولى الملك خفرع ملك مصر لم تكن يده مطلقة التصرف بسبب المنازعات الداخلية التي قامت بينه وبين أولاد ديجدفرع، مع العلم أنه لم تقل عزيمته عن إقامة هرم مثل هرم خوفو في عظمته وفخامته، وإن كان أقل منه حجما بقليل. والناظر إلى الهرم الثاني الآن يجد أنه في شكله أكثر أناقة واحتفاظا برونقه من الهرم الأكبر، علما بأنه لا يزال الجزء الأعلى من كسوته التي أحضرت له من محاجر طرة باقيا إلى الآن. وقد دلت الحفائر التي عملت حديثا في جهته الشرقية على أن قاعدة الهرم من جهاتها الأربع مكسوة بمدماكين من الجرانيت الأحمر المحبب، ولا تزال بقايا هذه الأحجار في مكانها من الجهة الشرقية إلى الآن. هذا وقد كشف عن المعبد الجنائزي الملاصق للهرم من جهته الشرقية، وكذلك عن الطريق الموصل إلى معبد الوادي، ويبلغ طوله نحو 600 مترا تقريبا. وبجوار المعبد الجنائزي كشف عن سفن الشمس وسفينة الحج التي كانت تذهب إلى عرابة أبيدوس. وعثر في المعبد الجنائزي وما حوله على بقايا أكثر من 200 تمثال للملك خفرع، ليس بينها تمثال واحد سليم. ويرجع السبب في ذلك إلى عصر الثورة
التي قامت بعد سقوط الأسرة السادسة، فحطمت كل ما كان أمامها. أما التماثيل التي عثر عليها في معبد الوادي المبني بالقطع الضخمة من الجرانيت الأحمر المحبب، وهو المعبد الملاصق لأبي الهول، فقد وجد منها 2 سليمان، ويعد إحداهما وهو المصنوع من الديوريت من أجمل ما أخرجه الفنان المصري في كل عصوره، بل ومن القطع النادرة في عالم الفن. وبقيت أسرة الملك خفرع مجهولة في معظمها إلى عهد قريب، فلم يكن يعرف من أولاده أكثر من 3. أما الآن فقد كشف عن معظم أفراد الأسرة، ويبلغ عدد أولاده نحو 16 فردا من الذكور والإناث. وقد وجدت مقابر بعضهم سليمة لم تصل إليها أيادي اللصوص، ومعظمهم قد نحتوا لأنفسهم قبورا في الصخر، وهي إما في الجهة الشرقية أو الجهة القبلية من هرمه. وأما بجوار الطريق الموصل بين معبده الجنائزي ومعبد الوادي، والظاهر أن الملك خفرع لم يتمكن من بناء أهرام صغيرة في الجهة الجنوبية من هرمه لزوجاته، كما فعل الملك خوفو من قبله والملك منقرع من بعده. وربما كان السبب في ذلك قيام المشاحنات على العرش، فقد كانت هناك بعض المشاحنات بينه وبين أخلاف الملك لجدفرع. وفي الواقع لم يتم العثور على اسم الملك خفرع في الجهات التي كان ملوك مصر يرسلون إليها البعثات أو الحملات التأديبية للبحث عن المعادن. ومما يعزز هذا الرأي أن مقابر أسرته العدة التي كشف عنها حديثا لم يكن قد تم نحتها عند الدفن، وبقيت كذلك إلى الآن. وقد كان المفروض أن مقابر الأسرة تعطي عناية عظيمة من الملك في نحتها ونقشها. عائلة الملك خفرع. الملك خفرع هو ابن الملك خوفو. تزوج الملك خفرع من 4 زوجات، أنجب من واحدة منهم وهي خامرنبت الأولى ابنة الملك منقرع، كما أنجبت له ابنته خامرنبت الثانية، ومعنى اسمها بالعربية زهرة المحبوبة الملكية. عهده لا يوجد اتفاق حول تاريخ حكمه، ولكن قد قيل أنه حكم بين عامي 2558 قبل الميلاد و2532 قبل الميلاد. بنى الملك خوفو ثاني أكبر هرم في الجيزة، وارتفاعه 143 مترا، وشيد على مساحة 215 مترا مربعا، وله مدخلان في الجهة الشمالية، بالإضافة إلى تمثال أبو الهول، الذي يبلغ طوله 57 مترا
وارتفاعه 20 مترا. ومعبد الإله رع. تماثيله: عثر للملك خفرع على تمثال من الديوريت الأخضر شديد الصلابة، ارتفاعه 168 سنتيمتر، وعثر عليه في معبد الوادي للملك خفرع بالجيزة، والتمثال موجود الآن في المتحف المصري. يظهر التمثال الملك جالس على كرسي العرش، وخلفه يظهر الإله حورس على هيئة صقر لحماية الملك. ويوجد اندماج في هذا التمثال، حيث يمثل حورس الأرض ويمثل الملك خفرع السماء، ويبدو أنهما وجهان لعملة واحدة. عرش الملك ذو ظهر مرتفع، ويكتنف مقعد الملك أسرارا على حين تحلى كل من جنبيه برمز اتحاد الوجهين القبلي والبحري، زهرة اللوتس ونبات البردي. وإلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.